الافراد والتجار. لو انت بادئ في البورصة فالفيديو دوت هيكفيك عن اي فيديو تاني، وهيخليك تتعامل ازاي. واول معلومة بقولهم وقلتها في فيديو، في 22 سهم رخيص، بنصح بالاسهم الرخيصة للمبتدئين. سعرها بيتراوح من 30 قرش لغاية 2 جنيه ولغاية 8 جنيه و10 جنيه. طب ازاي ابيع واشتري في الاسهم ديت؟ سعر السهم بيتراوح لمعدل من 50 قرش لجنيه ونص. ولو انت تتفرج على فيديوهات في اليوتيوب هتعرف اسعاره، ولو عايز تعرف سعر السهم كل سهم بالتفصيل. فسعره 50 قرش المينيمم بتاعه، وصل لغايه 60 قرش اشتري في الوقت ده. وفي اوقات السعر بتاع السهم بيبقى رخيص، عوامل بتؤدي لكده، زي رمضان. في اول رمضان سعر، كل سنه وانتم طيبين، سعر السهم بيبقى في اول رمضان في اقل معدل ليه. وكمان سعر السهم، خوف الناس بيخلي سعر السهم ينزل، زي موضوع سد النهضة وزي أول رمضان، بيبقوا مركزين في حاجات تانية. الأسهم الأمريكية بتوزع كوبونات ثابتة، الأسهم المصرية بتوزع من 80% ل 120%. يعني هي يعني توزيع الكوبون ممكن جنيه، فجأة يبقى 80 قرش 70 قرش، ومرة يبقى جنيه وريال. فده سيستم عندنا احنا. ال 22 سهم اللي قلت عليهم بشتريهم، بشتري على الاقل منهم 5 اسهم، على الاقل 10 اسهم رخيصه، المخاطره بتاعتها قليله، بتوزع عوائد كوبونات مرتفعه. يبقى انا بعمل محفظه مشكله من الاسهم الرخيصه. لو انا لسه مبتدئ يبقى انا كده بامن نفسي، وممكن كل اسبوع اراجع وابيع واشتري، مش هحتاج كل يوم ان انا اتابع. كل التوصيات بتبقى طويله الاجل، عشان اللي داخل ونفسه قصير ومستعجل. لا، الاسهم وزي الذهب استثمار طويل الاجل للي بيفهم. اللي حصل في سد النهضه والاستقرار اللي حصل هيؤدي لرفع الاسهم. في نوع من المستثمرين في الاسهم غير الاسهم بتاعتهم، بيشتروا اسهم تانية عن طريق انه شركه السمسره بتشتري لهم اسهم باسمها هي وبفلوسها هي وبتضارب بيها هي. لما سعر السهم ينزل هي اللي بتبيع، بتفرض عليك البيع. وانا لا انصح بهذا الموضوع. الفلوس اللي محطوطه في الاسهم تكون فلوس فايضه عن احتياجاتك. ما تحطش الفلوس كلها اللي معاك وتقول انا عايز اطلع منها، لا، مش هينفع. انت تكون الفلوس دي زياده عن احتياجاتك وتحطها في الاسهم. لكن ان انت تدي لك عائد شهري او كده زي البنوك، فما تحطش ده في دماغك. خلي حد الطمع عندك 50% 60%. السهم اقل سعر ليه 50 قرش، وصل 60 قرش اشتري. ما اقولش لا استنى لما ينزل 50 قرش، ما يمكن يطلع تاني. وكذلك في البيع، اجي ابيع السهم الماكسيمم بتاعه جنيه ونص، وصل جنيه 35، ابيع. يبقى انا ابيع في اللحظه ديت. حد الطمع اخليه 50%. السهم لو ادنى حد ليه 50 قرش وصل ل 60 قرش اشتري. خلي حد الطمع عندك قليل. وقت الهبوط ما بيعش، الا اذا كان عندك ظروف قهريه ومحتاج الفلوس فتبيع في اي وقت. البورصه استثمار طويل الاجل. هقول لكم برضو ملخص الاسهم، اسماء الاسهم اللي انا قلتها في الفيديو، عشان لو واحد مش عارف يوصل للفيديو او عايز ملخص. سهم المصريه للاتصالات، سهم اموك، سهم السويدي للكابلات، سهم ابو قير للاسمده، سهم الماليه الصناعيه، سهم اعمار، سهم جهينه، سهم النساجون الشرقيون، شركة سيدي كرير السهم بتاعها، سهم دومتي، سهم بالم هيلز، سهم شركة كيما، سهم اوراسكوم المالية القابضة، وسهم اوراسكوم للاستثمار، سهم بورتو القابضة، سهم المصريين للإسكان، سهم الكابلات الكهربائية، سهم الجيزة العامة للمقاولات، سهم العبوات الطبية، سهم برايم القابضة، سهم ارابيا انفستمنت. قلت لكم كل الاسهم دي ملخص. لو انت مش عايز اقل معدل الاسهم دي اللي تركز عليها. ونصيحه ليكم بقولها في كل فيديو، نوع استثماراتك. 30% اسهم، 30% ذهب وفضه، 40% عقارات.
وموضوع الاسهم تكون الفلوس دي فايضة عن احتياجاتك، ما تستناش منها عائد شهري. يبقى ملخص الكلام، بشتري على الاقل حسب فلوسي من 5 ل 22 سهم دول، بشتري الاسهم دي وبوزع فلوسي عليهم، وببقى عارف ميعاد توزيع الكوبونات، لان الناس اول ما تاخد الارباح بتاعه الكوبون السنويه بتبدا تبيع في السهم، لان خلاص خدت الفايده بتاعه السنه. انا اشتري في الوقت ده، وفي اول رمضان، وفي رمضان بيبقى فيه نزول بمناسبه رمضان، كل سنه وانتم طيبين، نزول للاسعار، يبقى انوع الاسهم واشتري الاسهم الرخيصه ال 22 سهم اللي قلت عليهم، اريح دماغي في الاول، ما اشتريش سهم ثمنه 5000 و4000 في الاول، لا، لغايه ما اتعلم وابقى عارف واتاكد ان في سعر من الاسعار الغاليه ديت وانا معايا فلوس وتكون فايضه عن احتياجاتي. قناه مسك لخدمات الافراد والتجار، اتمنى منكم الاشتراك في القناه لان انا جديد وعايز اوصل ل 1000 مشترك، وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.